السلام عليكم مشاهدينا الكرام. رجعنا لكم في فيديو جديد اللي غادي يكون عبارة عن تحليل مقابلة كندا والمنتخب البلجيكي. والمنتخب البلجيكي هو خصم المنتخب المغربي غدا ان شاء الله، واللي غادي نحلوا اللقاء ونعرفوا نقاط القوة ونقاط الضعف لهذا المنتخب هذا، وغادي نعتمدوا على الداتا وعلى المعطيات اللي شفناها من خلال مقابلة كندا وكذلك مقابلة مصر، ونحاول نحلوا ونوضحوا نقاط القوة ونقاط الضعف هذا المنتخب هذا. وبدون الإطالة عليكم نمشيو للتفاصيل. أولا غادي نبداو بالتحليل المعطيات ونمشيو من بعد للخطط التكتيكية والرسم التكتيكي اللي كيلعب به، وكذلك نقاط القوة ونقاط الضعف هذا المنتخب هذا. يلا نمشيو إلى التفاصيل. هنا غادي نشوفوا معنا الداتا الخاصة بالمنتخب البلجيكي في المقابلة السابقة اللي هي المقابلة الأولى في المجموعة السادسة، واللي لعب ضد المنتخب الكندي، واللي غنعتبروها هي المرجع لأنها مقابلة جديدة وفي كأس العالم. يعني مقابلة غنعتبروها هي كالمرجع اللي غادي ناخذوا منها داك الداتا ونحاولوا نحلوها ونعرفوا الطريقة ديال اللعب المنتخب البلجيكي ونقاط القوة ونقاط الضعف. كيف ما احنا عارفين سابقا أن المنتخب البلجيكي عنده أسلوب معين من اللعب، ولكن نحاولوا ناكدوه من خلال هذا الداتا هذه في مقابله كندا. كيف ما كنشوفوا قدامنا، فمتوقع الاهداف اللي كان في المقابله 0.77 للمنتخب البلجيكي، والمنتخب الكندي كان عنده 2.63. يعني كانوا قدروا انهم يسجلوا 2.5 اهداف، يعني تقريبا 3 اهداف. وهذا الشيء راجع للكميات الكبيره ديال الفرص اللي ضيعوا. وهنايا الاستحواذ كان لصالح بلجيكا بنسبه يعني ماشي كبيره بزاف، 74 54 مقابل 46. هنا اللي كنجيو غنركزوا على هذه النقطه هذه بالذات، اللي هي إجمالي التسديدات على المرمى. 9 تسديدات فقط للمنتخب البلجيكي مقابل 22 تسديدة للمنتخب الكندي. يعني المنتخب الكندي وصل للمرمى المنتخب البلجيكي ماشي مرة وماشي جوج، ولكن للأسف ما كانش عنده الفعالية الهجومية اللي كنتكلموا عليها ديما في المنتخب المغربي. لا ما عندكش الفعالية الهجومية واخا توصل مرة وجوج وثلاثة ما غاديش تسجل، ويكفي الخصم أنه يوصل مرة واحدة وغادي يعاقبك. وهنا كنشوفوا يعني التسديدات المؤطرة للمنتخب البلجيكي 3 تسديدات، يعني من أصل 9 عنده 3 ديال التسديدات مؤطرة مشات للشبكة. أما المنتخب الكندي سدد فقط 3 ديال التسديدات مؤطرة من أصل 22. أما التسديدات اللي مشات برا يعني خارج الخشبات 3 للمنتخب البلجيكي و11 وحدة للمنتخب الكندي. واما التسديدات اللي تعرضت للبلوك اللي توقفت وما مشاش المسار ديالها للمرمى وقفها الدفاع، فكانت 3 للمنتخب البلجيكي و8 للمنتخب الكندي. هنا غادي نركزوا في هذه النقطه هذه هي بالذات، اللي هي الفرص المحققه. كيف ما شفنا ان المنتخب البلجيكي جاته فرصه واحده محققه سجلها، يعني ضربة هدف محقق، هدف ما عندهم كيلعبوش، جات الفرصه الهدف. كيف ما شفنا في منتخب كرواتيا الفرصه اللي جات لولا بونو فداك الكره كانوا غيعاقبونا بها اللي نقذها بونو. وشفنا المنتخب الكندي جاوه 3 ديال الفرص محققه، يعني كان على الاقل غادي يخرج بواحد 3 ديال الاهداف ضيعوا. فكيف ما كنشوفوا هنا الفرص الكبيره، الفرص يعني المحققه اللي ضاعت، المنتخب الكندي المنتخب البلجيكي ما ضيع حتى شي فرصه. الفرصه الوحيده اللي جاته محققه ديال باتشواي سجلها. اما المنتخب الكندي جاوه 3 ديال الفرص محققه ضيعهم كاملين. اما التسديد فالتسديد من داخل مربع العمليات، المنتخب الكندي سدد 18 مرة من داخل مربع، يعني كان كيوصل لقلب الدفاع ويسدد من داخل يعني المربع 18 مرة. أما المنتخب البلجيكي سدد 6 مرات. هاد 6 مرات منهم سددهم كانوا 3 كاينين 3 ديال التسديدات عنده من خارج مربع العمليات. وانا قلت لكم ان الخطوره المنتخب البلجيكي هي كاينه في تيليمانس وكذلك دي بروين، يعني الكرات الشيطه والكرات اللي كتنزل في لازون 14 الى حكموا هاد الجوج هادو غتكون صعيبه بزاف على بونو. اما المنتخب الكندي سدد فقط هو يعني 4 تقريبا عندهم نفس التسديدات من خارج مربع العمليات. وهنا كنشوفوا ان المنتخب الكندي كان كيلعب بزاف في العمق،
وكيف ما أشرح لكم في الفيديو لطريقة اللعب في المقابلة اللي لعبوها وكيفاش أنهم كانوا كيدخلوا. فللأسف أن المنتخب الكندي ما عرفتش علاش كانوا كيحاولوا يلعبوا الكرات يعني العرضية اللي كتكون بين الدفاع والحارس، يعني كيحاولوا يلعبوها كتكون صعيبه بزاف وكيكون الدفاع كيقدر يقطعها. علاش ما كانوش كيلعبوا الكرات لبرا، يعني كيلعبوا كرات خارجه لا زون 14 ويسدوا، لان كنا كنشوفوا ان منطقه الجزاء كانت كتكون خاويه ما فيها حتى شي لاعب كيغطي. فلو انهم كانوا كركزوا في هذه النقطه هذه ممكن كانوا يخرجوا على الاقل بتعادل او يخرجوا منتصرين. وكيف ما شفنا في الاستحواذ في التمريرات، يعني عندهم المنتخب بلجيكا عنده 520 تمريرة مقابل 429. يعني المنتخب البلجيكي كان كيدور كرة وكيلعب كرة بزاف وكيمرر كرات بيناتهم وكيحاول يبنيو اللعب من الخلف. وهذا الشيء واضح من خلال يعني النقط اللي عندهم اللي هي 83% اللي هي التمريرات الصحيحة. كيف ما شفنا ان عندهم تمريرات صحيحه يعني بزاف، كيحاولوا ما كيخسروش الكرات، ما كيخسروش الكرات في وسط الميدان بزاف. كذلك المنتخب الكندي حتى هو عنده 82 ما كانش كيخسر كرات بزاف في وسط الميدان. اما الكرات الطويله فكنلاحظوا ان فقط 42% التمريرات ناجحه للمنتخب الكندي. وهذا الشيء راجع للبلوك اللي كانوا دايرينه المنتخب الكندي قبل ما يطلعوا البلوك ويغلطوا الغلطه اللي جات بالهدف. لان في الاول كانوا لاعبين بطريقه مميزه وقدروا انهم يخلقوا مشاكل للمنتخب البلجيكي وكانوا كيضغطوا عليه بزاف، ما خلاوش اللاعبين يلعبوا الكرات الطويله وما كانش المساحات. ولكن الكره اللي جات الغلطه الوحيده جات بهدف. وهنا غادي نمشيو للتاكلينغ 19. التاكلينغ بالنسبه للمنتخب البلجيكي مقابل 13، وكذلك الابعاد كاين 3 للمنتخب البلجيكي مقابل 5. وهنا الكليرنس كاين 27 كليرنس للمنتخب البلجيكي مقابل 3 للمنتخب الكندي. وهنا كيوضح ان الدفاع الكندي عانى بزاف وكان كيخرج كرات بالتاكلينغ وكذلك بالابعاد والتدخلات لان كان عليهم ضغط كبير. يعني كيوضح ان المنتخب الكندي كان قادر يسجل وانه هاجم بطريقه شرسه ولكن ما كانش عنده الفعاليه. وهذا الشيء اللي كيوضح ان اعلى تنقيط كان عند حارس كورتوا. هنا كيوضح ان المنتخب البلجيكي كان ممكن يخرج خاسر في هذا اللقاء هذا لولا تألق الحارس وكذلك الدفاع. ودابا غادي نشرحوا الوضعيه اللي كيكون عليها الفريق البلجيكي. الفريق البلجيكي اللي كيعتمد على الخطه ديال 3-4-3 واللي كتكون في التكتيك ديالها 3-2-1. وكيف ما كنشوفوا هاد البلاصه بالضبط اللي كيخلفها الصعود ديال كراسكو اللي كيكون ديما مطلوق، يعني اللاعب اللي عنده حريه في الصعود وكيصعد بزاف كيخلي هاد المنطقه دي بالذات واللي كيمشي ويتسيل انه كيغطي عليه من خلف ديال كراسكو وكيخليو وراه هاد المنطقه هادي اللي كتبقى. ان اللاعبين ديال منتخب كندا كانوا كيلعبوا فيها كرات طويله والكرات اللي كتمشي لهاد البلاصه هادي من بعد المهاجم كينطلق على الجهه اليسرى للدفاع البلجيكي وكيعطي الباس. ولكن اللي لاحظناه ان كل مره كيقوم فيها المنتخب الكندي بهذه الخطوه هذه واللي انتبه لهذا الخطا هذا اللي كيخليوه كتبقى هذه المنطقه هذه المؤشر عليها بالاحمر اللي هي المنطقه 14 اللي كيخلفها الدفاع البلجيكي واللي هي منطقه خطيره وبزاف. وغادي تشوفوا معنا في الصور اللي غادي نحطوهم كيفاش ان في خلال المقابله ديال كندا كيفاش كان الدفاع كيرجع وكتبقى هذه المنطقه هذه بدون حراسه. لا اللاعب تيليمانس وكذلك ويتسيل اللي كان كيميل بزاف لجهه كراسكو باش يغطي عليه كيخليو هاد المنطقه هادي لان الوسط الدفاعي ما كيرجعش. كيف عارفين ان هازارد ودي بروين ما كيغطيوش هاد المنطقه هادي وما كيرجعوش، وبالتالي كتبقى هاد المنطقه هادي ديما خاويه واخطر منطقه لو استغلها الخصم خصوصا اللي عنده تسديد من بعيد. هنا كيجي الدور ديال الصابيري. نتمنى نشوفوا الصابيري اساسي منذ بدايه اللقاء، اذا ما كانش غادي يكون أوناحي بنفس الجوده اللي كان فيها قبل ولا لعب نفس اللقاء اللي لعب فيه مع كرواتيا. نتمنى ان الركراكي يخرجوا ويدخلنا الصابيري. وكيف ما كتشوفوا هنا هذه الوضعيه للمنتخب البلجيكي واللي هي التشكيل ديالو خلال اللقاء مع كندا. وكيف ما شفنا انه ديما كيحاول كراسكو هو اللي كيكون لاعب صاعد الفوق، لان كراسكو الخطوره ديالو كتكون في الهجوم وانه معفي من الجانب الدفاعي وحتى في الرجوع ديالو كيرجع متاخر. هاد الخطوه اللي تكلمنا عليها ولا الخطوره اللي تكلمنا عليها
من لاعبين المنتخب البلجيكي هي نفسها اللي كان استغلها المنتخب البلجيكي، واللي خطير 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 بزاف لواحد درجة كبيرة فيها. لو عطينا الفرصة لتيليمانس، كيف ما كتشوفوا رقم 8 تيليمانس، هذا لاعب خطير، لاعب ليستر، معروف انه في الكرات الشيطة والكرات الثانية اللي كتنزل قدامه ما كيرحمش، بكل صراحة ما كيرحمش. لو تنزل قدامه الكرة او الدفاع ما يشتتش الكرة، او ان ما تكونش تغطية لا من أناحي او كذلك امرابط اللي غيكون هو المطالب بتغطية هذه المنطقة هذه ويعاونوا كل من املاح واناحي، فكنظن ان دي بروين مع تيليمانس لو نزلت الكرة في هذه المنطقة هذه اللي هي المنطقة 14 واللي قدام تيليمانس وكذلك دي بروين، غادي يكون تسديد مباشرة للشباك وغادي يشكل واحد الخطورة كبيرة. وانا كنحضر من هذا اللاعب هذا لتيليمانس اللي متابعه في ليستر الدوري الانجليزي، لاعب خطير في التسديد من بعيد، لانه ما كيعطلش الكرة، ان فوا كتنزل قدامه كيشوتها مباشرة للشبكة ما كيفكرش. كذلك غادي نشوفوا حكيمي اللي غيكون قدامه واحد المشكل كبير. لو خلينا حكيمي يتحرر ويصعد غادي يكون هنا كاراسكو اللي كيلعب في هذا الكولوار هذا بطريقه ممتازه، واللي كيشكل خطوره كبير، لاعب مهاري وسريع اللي غادي يدخل وغادي يعطي العرضيات، خصوصا لو لعب لوكاكو غادي تكون صعوبه كبيره قدام الدفاع المغربي. كيف كنعرفوا لوكاكو القوه البدنيه ديالو والجسمانيه ديالو غتخليه انه غادي يشكل خطوره علينا كبيره في هذه الكرات العرضيه اللي غيكون بونو انه صعيب عليه يخرج يقطعها، وغادي تشكل كذلك خطوره على الدفاع المغربي. هنا غادي نتكلموا على المنتخب المغربي، واش غادي يلعب البلوك، يطلع البلوك شويه، او يلعب بتحفظ كيف ما لعبنا ضد كرواتيا. بزاف ديال الناس كيقول لك لازم نهاجموا باش نسجلوا، ولا المنتخب البلجيكي ولا المنتخب الكرواتي اللي قديم ماشي هو دابا وانه منتخب ضعيف، ولكن احنا غادي نعطيو هادشي تحليلات من خلال المقابلات السابقة، لا ضد المنتخب المصري في الودية، وغادي نركزوا بزاف على منتخب كندا لان كانت مقابلة رسمية ولعب فيها بجميع الخطط والتكتيكات ديالو، ما حاولش انه يخفي شي حاجة، وغادي نركزوا على طريقة اللعب. هنا غادي نشوفوا البلوك ديال المنتخب المغربي انه كان رجع اللور. في الحالة مثلا ان المنتخب المغربي صعد البلوك، يعني طلعنا الفوق وضغطنا عليهم في المناطق ديالهم، يعني غادي نحاولوا نصعدوا البلوك وغادي نخليو واحد المساحه بين الدفاع والحارس. هنا كتجي الخطوره ديال المنتخب البلجيكي، هو فعلا ما كيلعبش كرات طويله بزاف، ولكن الكرات الطويله خطيره، خصوصا ان اللاعبين الدفاع ديالو معروفين، لاعب توتنهام وكذلك اللاعبين الثانيين ديال اتلتيكو اللي معروفين بهذه الكرات الطويله. هو بالمناسبه الهدف المنتخب البلجيكي جاء من كره مماثله، يعني من الدفاع، من ثلاثي الدفاع مباشرة عطاها الباتشواي اللي شدها وسجلها، اللي هي كانت بين كاراسكو وباتشواي. وكذلك كيكونوا كرات طويلة في الظهر ديال حكيمي. هنا غتكون الصعوبة اللي غيلقاها وليد الركراكي، انه واش يحرر حكيمي يطلع ولا يخليه بالواجبات الدفاعية ونقتلو داك النزعة الهجومية اللي عند حكيمي، ولا يعطينا الإضافة، لأن كاراسكو غادي يكون أكيد صاعد طول المقابله، ما كيكونش عنده التزامات دفاعيه كبيره، ولا عطينا مساحه في الظهر ديال حكيمي غادي تكون صعوبه، وغادي نشوفوا كاراسكو كيطلع وكيعطي العرضيات الخطيره اللي كتكون يا اما يعني في المنطقه على في منطقه الجزاء كيحطها او كيرجعها للاعبين القادمين من الخلف، يا هازارد يا كذلك دي بروين. وتكلمنا على تيليمانس في القوه ديالو في هذه الكرات هذه اللي كتكون خارجه، كتكون صعيبه بزاف، ولو شد شي وحده زعما حكمها مزيان فاكيد غادي تكون صعيبه على بونو انه يخرجها. وكذلك ما نساوش دي بروين في هاد الكرات هذه. وهنا غادي نكون وصلنا الى نهايه الفيديو. لا تنسوا دعمنا بزر الاشتراك وكذلك تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمه الله في فيديو جديد ان شاء الله.